بين صنعاء وأيلة، زي ما بين صنعاء في اليمن وأيلة في فلسطين. تخيل كده المسافة، كما بين صنعاء وأيلة. نجومه أو التي له طيور تأتي تشرب منه، هذه الطيور عددها كعدد نجوم السماء. شوف ربنا سبحانه وتعالى كعدد نجوم السماء، فأعناقها كأعناق الإبل. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له يا رسول الله، إذا الطيور دي يعني ناعمة. قال له النبي آكلها أنعم منها. اللي هياكل منها واللي هياخد منها واللي هيكون ربنا من عليه إن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهيشرب من نهر الكوثر، فآكلها أنعم منها. ثم قال ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب